السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك لجمهور الأهلي المحترم، الجمهور المحترم. مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، مليون مبروك للاعيبة النادي الأهلي. الفوز على الترجي التونسي وتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة ال 12. الأسبوع اللي فات مصر كلها فرحت بفوز نادي الزمالك بالكونفدرالية، والأسبوع ده مصر طبعا بتفرح بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. بيفرحوا ليه؟ لأن الاتنين فرقتين مصريين، لأن ده اسمه الزمالك المصري وده اسمه الأهلي المصري. ببارك لكل الناس الأهلوية المحترمين اللي دخلوا باركولي، سواء على الواتس سواء على الموبايل، سواء جولي بيتي من أصدقائي ومن جيراني. أنا ببارك ليهم وبقول لهم مليون مبروك. طيب، يمكن أنا اتكلمت وقلت إن الترجي التونسي هيجي يلعب قدام النادي الأهلي هنا مش ضغط عالي زي ما كان عامل في تونس. هيجي يلعب دفاع منطقة، يأمن دفاعاته، يعمل اللدغة بتاعته نفس ما كان بيلعب بالطريقه اللي كان بيلعب بيها قدام سان داونز في جنوب افريقيا على ملعب سان داونز. يمكن ما كانش له هجمات كتير، ولكن كان هجماته مؤثره وقدر ان هو يسجل في سان داونز ويخرج سان داونز من دوري ابطال افريقيا. وبالفعل قد كان من بدايه المباراه بداوا يلعبوا بنفس الطريقه، واللي كنا متوقعين ان الاهلي هو اللي هيلعب ضغط عالي والاهلي هيعمل ضغط على الترجي. وبالفعل الكلام ده حصل، ولكن في الدقيقة 3 كرة ركنية بتتلعب، رامي ربيعة براسه تيجي في مدافع الترجي التونسي، يدخل الهدف الأول ويصبح الأهلي 1-0. هنا اتقلبت الآية واتعكست الآية. هنا الترجي التونسي بدأ ان هو يضغط. ليه؟ في الاول كان عاوز يأمن نتيجة 0-0 في تونس، كانت لصالحه الدنيا هنا تمام، أأمن أقفل أظبط دنيتي، يعدي نص ساعة الشباك بتاعتي نضيفة، الأهلي يبدأ يتوتر، أبدأ أنا أعمل هجمة مرتدة أو أعمل كرة خلف المدافعين أو أي كلام من ده كله وأسجل هدف. هنا بصعبت الأمور على الأهلي، ولكن اتقلبت الآية وبدأ الأهلي هو اللي يدافع. بدأ الترجي هو اللي يعمل هجمات ويعمل ضغط على الأهلي، ولكن بدون خطورة في الشوط الأول وبدون اختبارات لمصطفى شوبير. كمان عاوز أقول إن لعيبة الأهلي بانت بالشكل ده وبانت بالمستوى ده وبانت بالطريقة دي، إن كانوا بيدافعوا يعني من عنده نص الملعب كده، من تحته نص الملعب وسام ابو علي هو اللي كان بيبقى تحت الدايره في نص ملعب النادي الاهلي، ويبدا الاهلي يقابل من هنا، لان هم عارفين ان الهدف اللي هم جابوه بطوله. فكل الهدف ان هم يحافظوا على الهدف ده، يعني كل اللي كان في الفكر بتاع كولر او الفكر بتاع الاهلي لعيبه الاهلي ان احنا نحافظ على الهدف ده. الاهلي لو كان ضغط كمان دقيقتين او 3 دقائق على الترجي التونسي بعد ما الهدف الاول جه، كان الاهلي هيسجل هدف تاني، ولو كان مارس الضغط بتاعه كان هيسجل الهدف التاني. ولكن الاهلي خوفة على الهدف اللي هو جابه وحابب ان هو يحافظ عليه، شفنا الاهلي بالطريقه دي. فعشان كده ظهرت المباراه بالشكل ده، والاهلي ما قدمش كوره جماليه، وبالتحديد يعني في الشوط الثاني. يمكن كان الشوط الثاني الافضليه والغلبه كانت للترجي التونسي، ولكن برضه بدون خطوره. في النهايه خلصت المباراه، في النهايه الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا وبيضرب موعد مع نادي الزمالك في السوبر الافريقي، اللي ان شاء الله هيكون من نصيب وحظ نادي الزمالك العظيم. ببارك طبعا لكل الناس المحترمه، ببارك لكل الاهلاويه المحترمين اللي معايا في القناه، الناس اللي دخلت كانت بتدعم وبتآزر الزمالك في الكونفدراليه، وببارك لكل اصحابي اللي كانوا بيشوفوا معاه مباراه الزمالك ونهضه بركان وكانوا بيشجعوا الزمالك من كل قلبهم، عشان احنا في الاول وفي الاخر مصريين. سيبك من الهبيد وسيبك من ابو هبه وسيبك من النمس وسيبك من الكوهين وسيبك من الجماعه دول اللي هم بيعملوا فتنه وبيعملوا تعصب. احنا عارفين الناس دي بتعمل ليه كده، عشان خاطر مظبوط، عشان الترند وعشان الريتش، لان للاسف في بعض من جمهور الاهلي بينساق ورا الكلام ده وبيسقفوا لهم وبيقللوا لهم. ولكن انا طالع ببارك للجمهور المحترم
الجمهور المحترم اللي هو فاهم كورة، اللي فاهم ان انا وانت مصريين، اللي فاهم ان بطاقته وبطاقتك مكتوب فيها مصري، مش مكتوب فيها اهلاوي ولا مكتوب فيها زملكاوي، مكتوب فيها الجنسية مصري، مش اهلاوي مش زملكاوي. بتمنى الروح الرياضية ترجع مرة تانية، بتمنى الاخلاق ترجع مرة تانية، بتمنى الاحترام يرجع مرة تانية، بتمنى الجماهير اللي هي بتبارك لبعض في الشارع والجيران اللي بيباركوا لبعض، بتمنى يكونوا كده على السوشيال ميديا، مش نشوف المهزلة اللي بتحصل على السوشيال ميديا بسبب ابو هبة وبسبب زائف وبسبب الهبيد وبسبب العالم والاشكال اللي هي الضالة اللي معرفش بيعملوا ايه في الاعلام اصلا، ولا جم الاعلام ازاي اساسا. الاهلي والزمالك هم ابطال افريقيا، الاهلي والزمالك هم ابطال افريقيا. كمان عاوز اقول خبر كده لكل جمهور الزمالك بخصوص شيكابالا وبخصوص عبد الشافي، اساطير الكرة المصرية، الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا الاباتشي ابو ادم الفهد الاسمر وشيفو حبيب قلبي خلاص يعني اعلنوا اعتزالهم بنهاية الموسم. ومجلس ادارة نادي الزمالك حاليا بدأ ان هو يجهز ليهم او يحاول ان هو يشوف ليهم اي منصب او اي دور داخل نادي الزمالك، سواء مناصب ادارية او مناصب فنية، وان شاء الله هيكون لهم دور كبير داخل نادي الزمالك. شيكابالا اللي بجد اسعد جماهير نادي الزمالك كتير، شيكابالا اللي للاسف جه في عصر ووقت يمكن كان صعب، شيكابالا اللي لو كان خد باله من نفسه شوية يمكن كان هيكون افضل لاعبي العالم. الفهد الاسمر ابو ادم شيكابالا اسطورة وهيفضل عايش جوه قلوب كل زملكاوي. وشيفو الكابتن محمد عبد الشافي الراجل الخلوق المحترم، الراجل المؤدب اللي المفروض عبد الشافي او الكابتن محمد عبد الشافي يتدرس للناشئين داخل نادي الزمالك، للبراعم داخل نادي الزمالك، يدرسوا اخلاق ومهارة واحترام وادب ولعب الكابتن محمد عبد الشافي للاعيبه ديت، عشان نطلع اجيال محترمة، اجيال تعرف يعني ايه رياضة، الرياضة يعني اخلاق، يعني ادب، يعني حب، يعني كل حاجة جميلة. وربنا يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر، اللهم امين، وينجينا من كل الاعلام مسبب الفتنة ومسبب التعصب. شكرا لكم، السلام عليكم.